مساء الخير عليكم. اليوم جبت لكم قريوش الوردة بشكل جديد، يعني نقدروا نقولوا جديد. المهم راهو سهل خلاص في الخدمه تاعو وما يتطلبش يعني مقادير بزاف. سهل للغايه، اي واحد يقدر يديرو. تبعوا كيفاش نبداو نخدموا العجينه تاعنا. في البول نحطوا 3 بيض، شويه ملح، نديرو مغرف صغيره خل، ونديرو 3 مغارف زيت او مارغرين دائبه لكل بيضه مغرف كبيره، مغارف كبار، كل 3 مغارف كبار زيت او مارغرين دائبه. نحطو شويه خميره مع الفرينه ونشيحو، نلموها كيف المعتاد، ما نعجنوها ما والو. تبعوا برك كيفاش نلمو العجينه تاعنا. نخبطوا البيض هذاك مع المقادير، يعني ماشي بزاف، شويه برك، ونلمو العجينه تاعنا ونحطوها ترتاح في ساشي لمده 20 دقيقه، ربع ساعه، نص ساعه، يعني تكفي. ونبداو نخدمو القريوش نتاعنا او القريوش. هو سهل للغايه، تبعوا وتعرفوا. نتلاقاو من بعد. هنا كي نحلو العجينه تاعنا، نجيبو الطوابع تاعنا من الكبير للمتوسط وللصغير، ونبداو نطبعو العجينه تاعنا باش نخدمو الورده تاعنا. يعني نديرو زعما 10 كبار، 10 متوسطين، و10 صغار، ودوك تشوف كيف نخدموهم. وتقدروا الورده تاعنا هذه اللي حنخدموها تقدروا ديروا قداه طبقات، يعني من الكبير الصغير. لازم بالكبير الصغير باش تجي باهيه. تلموا باك بالماء، اللي ما عندوش يعني اللي ما عندوش البيض، بياض البيض يدير الماء نورمال، اللي عنده بياض البيض يدير خير البياض البيض. وتبعوا برك كيفاش نتكو عليها في الوسط باش يلصقوا الطبقات في بعضهم، ونقطعوا بالجراره. تبعوا ساهلين خلاص. شوفوا هنا الزيت لازم يكون سخون بزاف باش كي نعملوا الورده تاعنا راهي تكبر وتخرج بزاف من بعضها باش تتكون الورده تاعنا. عن بالكم كنت ديروا قدام طبقه 5 طبقات 6 طبقات، بصح يكون من الكبير للصغير او تجي روعه الورده تاعنا، تجي روعه. تبعوا معايا. كي العاده نخليوه يبرد ونسجو العسل تاعنا الله الله بالماء زهر وما يكونش غارق بزاف، ونشحروهم الله الله ونزينوهم كيما حبيتو، جوجانيه، جوز، لوز، اللي حبيتو، حلوه. حبيباتي ان شاء الله عجبكم الفيديو. مازلت نجيب لكم جديد، قريوش جديد. ما تنساوش ديروا لي تعليق وديروا لي جيم، وان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله. باي.